وهنا بقى لازم نتكلم عن 3 حاجات ممكن تعملهم، ممكن تحمي بإذن الله وتقلل خطر الإصابة بواحد من الاتنين. أول حاجة حضرتك وأنت نازل بركبتك في أي نشاط لازم ركبتك ما تدخلش منك لجوه ولا تطلع لبره، يعني تبقى في الميد لاين بين القدم وبين الحوض. لو نزلنا خط مستقيم من الحوض إلى القدم يبقى كله على استقامة واحدة. تاني حاجة وأنت بتلف لازم تاخد بالك إن ركبتك وهي بتلف تلف بين الحوض ومن الضهر، ما تبقاش الركبة بس هي اللي بتلف. تالت حاجة هنتكلم عنها التباطؤ تحت تحكم. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك مثلا في أنشطة زي وانت بتلعب كورة جريت وبعدين تباطأت فجأة او وقفت فجأة، هنا دوسة بنزين وبعدها دوسة فرامل. المنظومة دي كلها بتخضع تحت حاجة اسمها نيورو ماسكولار كنترول، يعني الجسم عارف هو رايح فين وهيرجع في انهي لحظة، عنده رد فعل جاهز لهذا الامر علشان بيدخلش في اي نوع من انواع الاصابه. وده طبعا بيبقى حسب كل واحد، هو بيلعب كوره، واحد مثلا في الجيم بيعمل جامبنج يعني قفز وبعدين بينزل، ان في الباسكت وضع مختلف تماما. كل واحد حسب الانشطه بنحدد له هو محتاج ايه او ايه الحاجات اللي محتاج يكملها ويشتغل عليها.